بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، شفناه يعني بدا يزيد شيئا فشيئا، يدي الثقه ويخدم. هذه نقطة حتى نفصل نعم. فيها. أخطأ الركراكي في تغيير خطته اللي نجح فيها في 5 مرات في مباريات متتالية. نعم. وتغيير الخطة باللعب ب5 مدافعين. أنا أقول لك لماذا. 3 في المحور خطأ. خوف كثير. خوف كثير وتأني، لأن اللاعبين مش جاهزين 100%. مزراوي وسايس مش جاهزين 100%. شفنا عطية الله قدم كرة جميلة، شفنا دخوله هو اللي مد اسيست في اللقاء الماضي يعني للنصيري، وشفنا دخوله كيف اعطى عمق هجومي، اعطى حلول هجوميه وخلى الفريق يلعب، وخلى بوفال يدخل وسط الميدان باش يزيد زياده العدديه. فرنسا كانت خايفه لان لاعبين اثنين مهمين جدا. اللاعب الاول هو رابيو اللي كان يعني تقريبا 50% في وسط الميدان، ما يلعبش لهذه المباراه. اوباميكانو اللي كان يعني عمود من اعمده الدفاع كذلك ما يلعبش. كان خوف في المنتخب الفرنسي بغياب اضطراريا. معليش سامح لي حسين اشيو، ولكن تغييرات المنتخب الفرنسي تتحدث فيها عن تغييرين اثنين اضطراريا. تحدثنا عليهم يوم امس. اكيد، ولكن انا لا اتكلم عن المنتخب الفرنسي، اتكلم خوف المنتخب الفرنسي وغياب هذا كان يعطي دفعه اكثر للمنتخب المغربي باش يزيد يضغط، لان راح يدخل لاعبين راح يكونوا اقل مستوى من هاد اللاعبين، ربما ما شاركوش كثير. لاعبين المغربيين عندهم اكثر منافسه في هذا كاس العالم. اريد ان اسال قبل المنتخب الفرنسي اتي كمل لك فقط. ما الذي جعل المنتخب المغربي يغير هذه الاسماء؟ تلعب بخمسه، نقصت من قوه وسط الميدان المغربي، لان شفت اليوم غريزمان وين كان يطلب كرات، هذوك المساحات كان يغطيهم اللاعب وسط الميدان. الملاح اللي يدخل لا ليس الملاح، مرابط كان يلعب وراء خط 4 وسط ميدان. هو واش كان يدير كيما يلعب كازيميرو تقريبا مع البرازيل ولا مع ريال مدريد. كيفاش كان هو لما يكون فراغ هو اللي يقطع الكرات، ما يخليش الكرات يجوزوا. لما يخرجوا وسط الدفاع هو اللي كومبونسي يدخل وراءه. اليوم يلعبوا بخمسه. هذا الشيء لا لما تلعب بخمسه وش ولا في وسط الميدان مرابط وأناحي غير دخل الله. هذا اللي قلت لك يدخل. الفريق تغير تماما. المنتخب الفرنسي عانى. علاش قلت لك وجهين؟ عانى المنتخب الفرنسي لما أناحي طلع أملاح طلع، مرابط بقى دقع الكرات اللي كانوا من وراء. المنتخب الفرنسي رجع لله. المنتخب المغربي لعب بطريقه جيده لان انتفض نوعا ما، خاصه 20 دقيقه تاع الشوط الثاني خلى المنتخب الفرنسي يشك. أناحي اللي عمل مباراه كبيره، حكيمي مع زياش في الجهه اليمنى. لماذا الجهه اليمنى؟ لان السيليكسيونير يعني ديشون عطى تعليمات. نقول لك شنو هي التعليمات. ديمبيلي اللي يدافع ومبابي يقعد في ظهر حكيمي، هذا مطلوب منه، ما ترجعش اكثر من وسط الميدان. لماذا؟ في حاله استرجاع الكره وشفنا غريزمان كيفاش يرجع باش يزيد زياده العدديه، يلعبوا مباشره على مبابي. وجيرو كان عنده تعليمات يروح على امرابط. دائما شفنا جيرو في كيما عمل على وسط ميدان يعني تاع الكرواتيا بروزوفيتش، كان يعمل على امرابط. هذا الشيء يخلي يعني مبابي ما يدافعش كثير، ونعرفوه بسرعته. شفنا كيف راح مره او مرتين كان قادر يعني يصنع الفارق. هذا الشيء اضعف الجهه اليسرى تاع المنتخب الفرنسي، استغلها زياش وناحي اللي كان يجي من وراء. شفناه دخلوا حتى المنطقه 18 متر، يعني بقات هذيك اللمسه الاخيره اللي ما كانتش حاضره باش يسجل. النصري 3 كرات حتى تغييره نصيري ما لمسش كرات كثيره. شفنا يعني بعد دخول المهاجم الاخر كيف زاد عليها حمد الله، كان قادر يقدر ويسجل لانه لم ضيع الكثير. نعم ولكن في اوقات حاسمه. ولكن حكيم انا باش نعاود نلخص لك كل شيء. المنتخب الفرنسي كان مرتبك بهذه الغيابات، لأنه يعرف قوة المنتخب المغربي في وسط الميدان. المنتخب الفرنسي لما شاف التشكيلة أفرح بهذه التشكيلة اللي يلعب بها ب5. أنا ما نقولش أخطأ أو لم يخطئ، لأنه كان قادر بهذه 5 قراءة خاطئة. ولكن اللاعبين لازم يكونوا 100% لاعب في هذا. على بالك باللي في هذا المستوى
انت ما تنزلش بمستوى. مدرب اخطا لما يلعب نعم. سايس وهو مصاب، أكيد. لانه المدرب مع أكيد. الطاقم الطبي ومزراوي. هو الذي يتحمل المسؤوليه. انت ومزراوي. دخلت لاعب لم 25 تستفيد دقيقة منه نهائيا. 25 دقيقة خاصة تخرج. مزراوي مصاب. سايس ايضا ما شفناش 100% في هذا المونديال. سايس مزراوي برجل واحده كان يجي في لقطه من اللقطات. عطية الله قوي دفاعيا وهجوميا، شفناه يعني صلب، مدافع صلب لما يكون يدافع ويعطيك حلول هجوميه. هذا الشيء كامل عطات هذيك الثقه اللي خلات المنتخب الفرنسي يسبقك بهدف واضح. ويولي يلعب. واضح. واش قلنا حكيم المره الماضيه؟ قلنا المنتخب الفرنسي يعرف يلعب في اوقات ضعفه، لما يتراجع للوراء يولي ربما اقوى اكثر لان عنده لاعبين عندهم سرعه. جيد. هل المنطق احترم ام انه لا مفاجاه في هذا الدور؟ نقدروا نقولوا ان يعني اليوم شفنا سيناريو اللي ما كان واحد يتوقعه، لان المنتخب الفرنسي سجل في يعني الدقيقه الثالثه من المباراه. يعني منذ البدايه المنتخب الفرنسي هو متفوق على منتخب مغربي الذي لم يعني يسجل عليه اي هدف من الفرق اخرى الا هدف الذي سجل ضد مرماه من طرف المدافع المغربي. ولذلك نظن ان اخلطت اوراق المنتخب المغربي، لان اليوم لما تتكلم على طريقه اللعب هذا الشيء مهم. لما تشوف المنتخب المغربي يبدا بخمس مدافعين يعني طريقه اللعب راح تتغير. ولذلك لا معليش، انا اريد ان ابقى في سؤالي. تحبي تقعد في المنطق احترم ام انه المفاجات لا يوجد مفاجات ام انه فيه متغيرات حدثت في هذه المواجهه؟ شوف حكيم، دوك المنطق وعلى الورق فرنسا بطلة العالم. يعني فرنسا الكل كان ينتظرها لان فريق قوي، شفناه يعني كيفاه في هذا كاس العالم. عرف الى سو كما يقول لك يعني جيري تقريبا كاع المباريات تاعو حتى ضد المنتخب الانجليزي الذي كان يعني من اقوى المنتخبات اليوم. ولكن لما تشوف في اللعب نقولوها المنتخب المغربي كان احسن. المدرب المغربي معايا يتكلم على يعني الاستحواذ لا بوسيسيون اللي كان يقول عليها ان انا مانيش حاب الاستحواذ، ولكن اليوم يعني لو ديستان افولي كو المنتخب المغربي هو اللي يدير لا بوسيسيون. لما تشوف اليوم انت المنتخب المغربي يعني بوسيسيون يعني اللي فايته 60% تقريبا في كل مباراه شفناه استحوذ على الكره، لان المنتخب الفرنسي كان متفوق وخلى المنتخب. يجب ان نغير مفاهيم الاستحواذ، كيف تكون مفاهيم الاستحواذ الايجابيه والاستحواذ العادي العقلي. اليوم شوف هذا يجب ان يفهم المشاهد الكريم هذه النقطه. شو هادو الا انا هاد لا بوسيسيون لما نتكلموا على لا بوسيسيون لا بوسيسيون هذه صح تمريرات ولكن لما ما تروحش تهاجم الى الامام ما يكونش عندك يعني فعاليه. شوف الارقام حكيم، كاين اشياء هذه لا بوسيسيون انا ما نحبهاش بزاف، ولكن كاين ارقام اللي ايضا يعني كي نو ترومبا. لما تشوف لي دويل المنتخب الفرنسي احسن، لما تشوف لي تير المنتخب المغربي 14 المنتخب الفرنسي 13، ولكن لي تير كادري المنتخب الفرنسي 3 المنتخب المغربي 2. يعني ما كاش فعاليه امام مرمى، ولو يعني شفناهم راوغوا راحوا بلي ديبوردمون على يعني على الاجنحه، شفناهم داروا كل شيء ولكن